أهلا بيكم أصدقائي. فيلم النهاردة بيبدأ في الغابة الجميلة دي واللي مليانة حيوانات كتير جدا، من أول مجموعات النمل العاملة لحد قطيع الأفيال الضخم. وكل الحيوانات دي كانت حكم الملك الأسد مفاسا. مرات الملك كارا كانت لسه والدة، وبيجي مرشد الملك رفيقي وبيعرض وريث العرش سيمبا على بقية حيوانات المملكة علشان تبتدي أحداث واحد من أشهر أفلام الطفولة، ذا لايون كينج. ده يا سيدي سكار اخو الملك مفاسا والشرير بتاع القصة. بيجيلي الطائر زازو الدراع اليمين للملك مفاسا وعيونه اللي بيراقب بيها المملكة بتاعته. بيبلغ سكار ان اخوه الملك في الطريق ليه، وان هو احسن له يشوف عذر علشان ما جاش الاحتفال بسيمبا وريث العرش. سكار كان متضايق منه فبلعه، بس بيجي مفاسا وبيخليه ان هو يطلعه من بقه. بنعرف من كلام مفاسا وسكار ان سكار متضايق لانه كان هو الوريث لحد ما سيمبا جه وخد مكانه، وكمان كان باين عليه ان هو بيحقد على الملك اخوه ومستني ان هو يخلص منه في اقرب وقت. مفاسا ما كانش عارف يعمل ايه معاه، وكان رأي زازو ان ينفع ان هو يعملوه سجادة قدام العريم بتاعهم. وبيني وبينك ده اللي كان المفروض يحصل. بيكبر سيمبا شوية وبيقعد يتنطط هون علشان يصحي باباه بدري قبل شروق الشمس. بيصحى الملك فعلا وبياخده وبيطلعوا بره ويتفرجوا على الشروق. الملك مفاسا بيعرف ابنه حدود المملكة بتاعتهم، وان كل الاراضي اللي واقعة تحت الشمس دي هي المملكة. بيسأل سيمبا عن المكان الضلمة اللي هناك ده. الملك بيعرفه ان المكان ده خارج حدود المملكة، وبيحذره ان هو يروح هناك. بيتمشوا سوا والملك بيفضل يشرح له دورة الحياة في الغابة، وبيعلمه ان لازم يحترم كل الحيوانات، حتى الحيوانات اللي هم بيفترسوها وبيتغذوا عليها. بيجي لهم الطائر زازو علشان يقول للملك تقرير الصباح، والملك بيدي لسيمبا درس في الانقضاض على زازو. بس بعدها بيجي لهم اخبار ان في ضباع دخلت ارض العزة. بيؤمر الملك بان زازو يرجع سيمبا للبيت، وبيروح هو علشان يواجه الضباع. سيمبا كان متضايق ان هو ما راحش معاه. بيروح بعدها لعمه سكار وبيعرفه ان باباه لسه موريه المملكة اللي هو هيحكمها لما يكبر. ساعتها سكار بيسأله طب هو وراك المكان الضلمة؟ فبيقول له لأ، وكمان حذرني ان انا اروح هناك. بيحاول ساعتها ان هو يسخن سيمبا علشان يروح هناك، وبيقول له ان هي مقبرة افيال. سيمبا بعدها بيروح لنالا صاحبته وبيقول لها ان لقى مكان حلو علشان يروحوا يلعبوا فيه. لما مامته بتسأله عن المكان بيكذب عليها وبيقول ان هو هيروح عند نبع المية، والملكة بتوافق ان هم يروحوا بس بشرط ان زازو يروح معاهم. وفعلا بيبدأوا طريقهم وزازو بيروح معاهم، وسيمبا بيقول لنالا ان هم هيروحوا مكان جديد وهو مقبرة الافيال. زازو بيبقى فرحان بشكلهم وهم سوا، وبيقول لهم ان هم هيتجوزوا لما يكبروا. بس سيمبا بيقول له دي اول حاجة هلغيها لما اكبر وامسك الحكم، وكمان انا هرفدك لما ابقى ملك، فلازم تسمع كلامي احسن لك. بيعرفوا ان هم يسهوا زازو وبيهربوا منه وبيروحوا ناحية الارض الضلمة، بس بيقدر ان هو يوصل لهم تاني، وبيقول لهم ان هم كده بعدوا قوي عن ارض العزة ولازم يرجعوا تاني. بتطلع ان الارض دي مش اقبرة افيال، دي ارض الضباع اعدائهم. بيجري سيمبا ونالا والضباع بتعرف ان هي تمسك زازو، وكانوا عايزين ان هم ياكلوه. لما بيرجع سيمبا علشان ينقذه الضباع بتطارده. بيتزنق سيمبا ونالا والضباع كانوا هياكلوهم خلاص، بس ساعتها بيظهر الملك مفاسا واللي زازو كان راح وجابه. طبعا ضرب الضباع كلها وانقذ ابنه نالا منهم، بس بعدها زعق لسيمبا علشان هو ما سمعش كلامه وبياخدهم وبيمشوا. وكل اللي حصل ده كان سكار واقف وبيتفرج عليه من فوق. زازو بياخد نالا يروحها، ومفاسا بيتكلم مع سيمبا وبيفهمه ان اللي عمله ده غلط وبيتصالحوا بعدها. بنرجع للضباع اللي بيظهر لهم سكار، واضح ان هو متفق معاهم، كان جايب لهم اكل وبيعاتبهم علشان بعت لهم سيمبا لحد عندهم وهم ما قتلوهوش، وبيخطط معاهم علشان يقتلوا مفاسا وسيمبا. وبيعرفهم ان هو لما يبقى ملك مكان اخوه هيسيبهم ان هم يطلعوا ويعيشوا في ارض العزة. بعدها بياخد سيمبا في وادي كبير وبيطلب منه ان هو يستنى باباه علشان عامل له مفاجأة، في الوقت اللي الضباع كانت مستنية إشارة منه علشان تهجم على الجاموس البري وتخليه يجري ناحية سيمبا. وفعلا الضباع بتخليهم يجروا ناحية المكان اللي فيه سيمبا اللي كان بيحاول ان هو يهرب قبل ما يدوسوا عليه ويقتلوه. بيروح سكار لمفاسا ويقول له ان القطيع راح للممر وان سيمبا موجود هناك. ساعتها بيتعلق سيمبا في فرع شجرة علشان القطيع ما يدوسش عليه، وبيوصل مفاسا وبيشوف المنظر اللي ابنه فيه فبينزل علشان ينقذه. بيقدر فعلا ان هو يوصل ليه وبيقدر ان هو يطلعه على صخرة جانبية وينقذه، وبيتعلق هو في الصخور وبيحاول ان هو يطلع، وبيطلع من اخوه سكار ان هو ينقذه. بس طبعا سكار بدل ما ينقذه بيزقه وبيوقعه على الارض. بينزل سيمبا بيلاقي ابوه واقع ميت على الارض. بيطلع سكار وبيحسس سيمبا ان هو سبب في موت ابوه الملك،
وبيقول له انه لازم يهرب بعيد وما يرجعش هنا تاني ابدا. وبعد ما بيجري سيمبا بيطلب بعدها من الضباع ان هي تروح وراه وتقتله. بيفضل يهرب سيمبا والضباع بتجري وراه تطارده، بس بعد شويه بيدخل منطقه مليانه شوك والضباع بتخاف ان هي تروح وراه فبيسيبوه. وكان رايهم ان هو استحاله يرجع تاني، ولو رجع هيبقوا يتعاملوا معاه ساعتها. في ارض العزه سكار بيبقى الملك وبيسمح للضباع ان هي تيجي وتعيش معاهم. سيمبا كان تايه في مكان مقطوع والطيور الجارحة كانت ملمومة حواليه، بس بيجي تيمون وبومبا وبيهشوهم من عليه. بيلاقوا ان هو لسه صاحي ويفضلوا يتناقشوا يخلوه معاهم ولا لا. فعلا بياخدوه معاهم وبيفوقوه. بيشكرهم سيمبا على انقاذهم ليه. بعدها بيلاقوا ان هو مكتئب فبيحاولوا ان هم يفكوه شوية. بيعرفهم ان هو مش هينفع يرجع تاني لأرضه، وهم كمان بيقولوا له ان هم زيه منبوذين. بيروح معاهم سيمبا وبيقرروا ان هم يعيشوا سوا. كان جعان وعايز ياكل بس ما كانش عندهم غير دود. سيمبا كان قرفان في الأول، بس بعدها بياكل من أكلهم وبيعيش عيشتهم. وبيفضل معاهم سيمبا لحد لما بيكبر وبيبقى أسد كبير شبه أبوه مفاسا بالظبط. هناك في أرض العزة كان سكار حابس زازو، والضباع بتيجي تقوله إن مفيش أكل ولا مية في المكان. وبنروح هنا للقرد رفيقي اللي بيكتشف إن سيمبا لسه عايش وما ماتش. ساعة ما بومبا كان بيجري ورا حشرة وبتظهر ساعتها نالا، بس بتكون كبرت هي كمان وبتجري وراه وكانت عايزة تصطاده. بيتزنق بومبا وكانت خلاص هتاكله، بس ساعتها بيظهر سيمبا وبيتخانق معاها وكانوا لسه معرفوش بعض. بس بعد شوية سيمبا بيعرفها وبيقول لها ان هو يبقى سيمبا، وبيبقوا مش مصدقين ان هما شافوا بعض من تاني. بيعرفها على اصحابه تيمون وبومبا، وهي بتقوله ان الدنيا هتتقلب لما يعرفوا ان سيمبا لسه عايش. وبتعرفوا ان سكار قال لهم ان سيمبا مات في الحوار بتاع القطيع بتاع زمان ده، وان هو دلوقتي لازم يرجع علشان كده هو الملك الحقيقي. بتعرفوا ان سكار سايب الضباع تتحكم فيهم وتعيش في ارضهم، وان المكان كله بقى خراب ومفيهوش ولا اكل ولا ميه. بس سيمبا برضه ما بيبقاش عايز ان هو يرجع. بيقعد يتكلم مع نفسه بعدها، كان شايف ان كل اللي حصل زمان ده بسببه غلطته. بيظهر له بعدها القرد رفيقي، بس سيمبا ما بيكونش عارف هو مين ده. بيفضل يتكلم معاه بس برضه سيمبا ما كانش فاهمه. بس ساعتها بيقول له القرد ان هو عارف انه ابن مفاسا، وبيقول له ان ابوه لسه عايش وبياخده علشان يشوفه. بيخليه يبص في الميه وبيتخيل ان هو شايف ابوه. والقرد بيقول له ان باباك لسه عايش جواك. كمان بابا بيقول له انه لازم يفتكر هو مين وابن مين، وان هو يبقى الملك الحقيقي. بيقرر سيمبا بعدها ان هو لازم يرجع لارضه من تاني. نالا كانت بتدور على سيمبا وبتسأل تيمون وبومبا عليه، ورفيقي بيقول لهم ان هو رجع من تاني لارض العزة. فعلا بيوصل سيمبا لارض العزة، واللي بيلاقيها ان هي بقت خراب ومتدمرة كلها. نالا راحت وراه وكان معاها تيمون وبومبا، وبيعرفوه ان لو الخرابة دي امرها يهمه فهم معاه في اي حاجة عايز يعملها. بيخططوا علشان يعدوا من الضباع اللي منتشرين في كل مكان. تيمون وبومبا بيعملوا نفسهم تهم لحد ما سيمبا ونالا بيعدوا. بيطلب منها سيمبا تروح لمامته ويخليها ان هي تجمع القطيع بتاع الاسود كله. بيشوف مامته بعدها وسكار كان بيزعق لها علشان ما بقوش يصطادوا وكمان بيضربها. ساعتها بيدخل سيمبا وبيفتكروا ان هو مفاسا. سيمبا بيعرفهم بيه وبيطلب من عمه ان هو يتنازل عن الملك، بس هو بيتحامي في الضباع بتوعه. وكمان بيقول للقطيع ان سيمبا هو السبب في موت مفاسا زمان. بيحاصر سيمبا هو والضباع وكان في نفس الموقف بتاع ابوه زمان، وساعتها بيعترف له سكار ان هو اللي قتل مفاسا. سيمبا بعدها بيقدر ان هو يطلع ويمسك سكار وبيخليه يعترف ان هو اللي قتل مفاسا قدام الناس كلها. بتبدأ المعركة ما بين الضباع والاسود. سيمبا بيشوف سكار وهو بيهرب في وسطها، بيروح وراه وبيزنقه في حتة عالية. الضباع كانت شايفة اللي بيحصل، بس لما سكار اتهمهم ان هم السبب في اللي حصل انسحبوا ومحدش ساعده. سيمبا مرضيش ان هو يقتله وقال له هنفيك بره ارض العزة، بس سكار برضه هاجمه تاني علشان يخلص عليه. وساعتها سيمبا ضربه ووقعه لتحت جنب الضباع. طبعا الضباع بعد اللي سمعوه منه بيحوطوه وبيخلصوا عليه. وبيرجع سيمبا لنالا ولمامته وبيطلع على صخرة العزة علشان يبقى هو الملك الجديد لأرض العزة ويكمل مشوار أبوه الملك مفاسا. بترجع تاني أرض العزة لجمالها، وبترجع الحيوانات تاني علشان تعيش فيها زي زمان. وسيمبا ونالا بيخلفوا وريث للعرش، وبيقدموا القرد رفيق للحيوانات زي ما قدم أبوه. وصلت لنهاية فيلمنا، يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا، وعيلة في كلمة ونص هتزيد بيك واحد. وما تنساش تفعل الجرس علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا أول بأول.